نوعية الشخص اللي يفضل يجري ورا حد لحد ما يعرفه، وبعد ما يعرفه يتجاهله واحدة واحدة لحد ما يسيبه. طيب انت بتكلمني عن شخص هو عنده تحدي وتشالنج ان انا اوصل للهدف وبعد كده اسيبه. في انواع من الطيور بتعمل كده، بتوصل للفريسه بتاعتها مجرد ان هي تجيبها هي مش عايزه تاكلها، تسيبها وتمشي. الشخصيات دي بتبقى التحدي بتاعه مش ان هو يعمل علاقه، هو اجبن ويخاف يعمل علاقة تكمل تقصد؟ اي علاقه. هو بيخاف علاقة يوصل، جواز يعني، ما ينفعش كده. ما ينفعش يعمل اكتر من كده. هو متعته في الدنيا ان هو يحس ان هو بيحقق حاجه. ده فاضي؟ ده عنده اضطرابات نفسيه، ده عنده حاجات تانية يعني، مش فراغ. ده مش على فكره، ممكن يبقى مشغول جدا، ممكن يبقى حد عنده مشغوليات كتيره جدا، بس هو بيستمتع باللي انا عارف انت اللي هو ايه هو ده الطفل اللي كان بيشبط في لعبه ولما بتجيله بيكسرها وبيكبر على كده؟ فبينفذها في العلاقات. برافو عليك. وده عادي يعني. محتاجين بس ان اللعبه ما تجيلوش، ومش كل اللعب تجيله، لان هو بيبقى فعلا عنده تحدي يحقق الهدف، بس يجيب الهدف. وبعد ما يجيب الهدف مش اصل العيب فين؟ اساس طفوله، اساس اب وام. اساس اب وام ما فهموش ان الابن ده ان انت انت مش مقبول، فهو دايما بيبقى عايز ايه؟ يحس بالقبول. فانا هوصل بما ان انا وصلت للعلاقه دي فهي قبلتني، فانا حققت خلاص. انا كنت عايز اتقبل، انا كنت عايز حد يقبلني. الموضوع ده موجود في الست زي الراجل؟ يعني في ست تدور على طبعا ان هي طبعا تحقق بس الهدف، أو تخلي تنظر نظره الراجل اللي هو ايه، هي بهراه بتبهره، خلاص هي دي. بعد كده تدور عليها ما تلاقيهاش يعني. وهتلاقي الست دي من النوعيات اللي هو لو قال لها الله عليكي هي ما بقاش بالنسبه لها اكس. طول ما هو مش بيتكلم، طول ما هو ساكت، طول هو مش بيتكلم، سميها كاريزما وتقيل. انا بحب الراجل التقيل اللي هو طب على فكره انا معجب لا مش فتوصل للتقيل ده وخلاص وتمام ووافقنا، ما بتشوفهاش تاني. هي دي اللي بتختفي، ما حدش يعرف عنها حاجه. بيتعاملوا مع الموضوع ده على انه عادي وحياه جيم لعب. ده عادي ولا اذى؟ ده ما بيعرفوش يعملوا غيره يعني. هو بالنسبه لهم باي ديفولت بيباتوا فيه، بيصبح هو مجتمعات يعني. هو ناس عندها شويه اضطرابات، مجتمعين ببعض، وبيقعدوا بقى يعملوا الكلام ده في الناس في المجتمع، ما عندهمش ده. ما بيفكرش في الجواز مثلا يعني، او ممكن يقول لك ايه انا عايز اتجوز بس انا مش لاقي اللي ارتبط بيه، بس هو ما بيعملش حاجه تجاه الموضوع ده او ان هو يتقدم خطوه. هو دايما بينتهي هنا بعد ان الفريسه بتاعته وافقت، هو انتهى. هل الشخص ده لما بيعمل كده الطرف بقى اللي حصل عليه بيستاهل كده؟ يعني هل بالضروره ان هو يستاهل ده؟ طيب اللي انت مش واخد بالك منه ان الطرف ده بيعمل كل حاجه في الدنيا يقدر يعملها تبهر اللي قدامه عشان يوافق. لو اللي قدامه بقى انبهر يبقى هو زيه بالظبط، ولا من الممكن ان هو يكون شخص طبيعي؟ شخص طبيعي جدا انبهر. واحد بيعمل قدامي حاجات اللي انا عايزاها هيعمله، فطبيعي جدا. اللي مش طبيعي ان انا ما لاقيهوش، ان انت فين، انا مش لاقياك، فبيمشي. لما بيمشي بيدور على حد تاني يعمل معاه نفس الموضوع باستمرار يعني. خلاص بقى هو ده متعته. ما هو بص يعني احنا مختلفين. في واحد متعته في الطريق، في واحد تاني متعته في الوصول، في واحد تاني ممكن يبقى قاعد جنبك مسافر يستمتع، متعته كلها ان هو يقعد بص من الشباك يتفرج على الطريق واحنا ماشيين. احنا مختلفين. في حد متعته ان هو يحقق التارجت، يجيب التارجت ده. التارجت بالنسبه له هي ان اللي قدامه تقبله، لان هو صغير ما حدش كان قبله، فانا محتاج الناس تقبلني، فانا هعمل اي حاجه عشان الناس تقبلني، بس مش هكمل علاقه. ليه؟ لان النشوه كلها بتيجي في القبول، النشوه كلها بتيجي في تحقيق الهدف. بحس بانتصار خلاص، بحس ان انا حققت، انا جامد جدا، ادرينالين بيعلى جدا. هو بيحس بقى عايز يبقى دايما طول الوقت عايز المشاعر دي، عايز احس بالنصر، زي اللي بيحقق تارجت وبتسقف له. ده مضطرب نفسيا. ده يعني يعني هنقول ان هو عنده شويه مشاكل. المشاكل دي هل يعني ليها علاج تتحل؟ هو مضطرب امتى؟ لما بيبتدي يأذي الناس. ايه الاذى يكون؟ الاذى ان انت تجرح حد قوي، حد تبقى تقول له انا بحبك وانا جنبك وانا في ظهرك، ومره واحده الست دي او الشخص ده ما لقاكش في حياته، ما لقاكش خالص،
لا ده اذى، انت بتاذي الناس. بس المبررات موجوده، يعني انا خلاص إحنا مفيش مش- مبرر ان انت تكون مديني كل ده ومره واحده ما لقاكش. مفيش مبرر لكده. ده اضطراب، ده اضطراب نفسي بجد. ان انت تبقى النهارده يعني مديني كل حاجه، وانت السماء وانت البحر وانت كل حاجه، ومره واحده صفر. عارف انت مفيش عربيه بتبقى على اخر سرعه ومره واحده واقفه، يختفي في ايام قليله ما تلاقيهوش بعد العربيه كده. تقلب. أيوة. هو ده اللي بيحصل. فبيحصل كونفيوز، بيحصل صدمه للطرف الثاني. ليه؟ لان هو عشان يوصل لده هاني ما كانش واصل بالسهل، هو عمل كل حاجه. عارف انت اللي هو اغرى اللي قدامه بكل الطرق اللي تخليه يوافق، واحتمال الاول الطرف ده ما كانش موافق بيه الاول. يعني في ناس ما بتبقاش موافقه، فبيقعد يبهرها ويبهر ويعمل حاجات واعملي كل حاجه واللي انت عايزاه ونعمل. فمجرد ان هي تحن او توافق او تديله ريق يمشي. وكل ما يزيد رفض الطرف الثاني بيزيد أكتر. طبعا ده انت عايز تحدي تجنني اكبر بقى. طبعا، هتخليني افضل مستمر معاك. شخص زي ده هيخش حياتي، القطه ازاي؟ اعرف ازاي ان هو هتلاقيه طول الوقت هو مش عارف هو عايز ايه. يعني بيديك كل حاجه وعكسها. اللي هو يلا بينا نخرج خلينا قاعدين. طب انت جايه معايا؟ لا انا مش رايح. عارف انت اللي هو مش عارف هو عايز ايه، هو تايه. او الشخص اللي معاه يكون هو اللي تايه. لا، انت ده تايه، فهو طول الوقت بيحاول يوجه الشخص اللي معاه ان انا جامد قوي. فعارف انت لما يكون واحد سايق عربيه حلوه قوي قوي قوي، بس هو تايه في الطريق، فانت ركبت معاه على اساس العربيه بتاعته، فركبت معاه فهو تايه، هو مش عارف يوصلك حته. في علامات معينه ممكن تحصل احسها انا في العلاقه معاه؟ الغدر اللي طول الوقت هو بيغدر طول الوقت. يعني بص على العلاقات اللي حواليه، فتلاقيه معلوش صاحب، ما عندوش حد من صحابه، فتلاقي فيه كده ايه يعني بيبان. يعني الناس دي بتبان اللي هو ايه ملوش امان، في حاجه مش مظبوطه. او هديك مثال، لما بيحصل خلاف بيروح في الاكستريم في الزعل. يعني خلاف بسيط تلاقي انت مش لاقيه، فاللي هو ده اللي بيهرب في اي وقت. طب هو زعل علشان يعني الطرف الثاني يكلمه، ولا علشان هو خلاص مشي؟ لا زعل لان ده طريقته في الزعل. ما هو كل مش واحد خطه يعني اقصد. نعم مش خطه اقصد. لا هو ده طريقته في رد فعله. ايوه. شدينا مع بعض فانا عملت لك بلوك. يا عم ايه الاوفر ده؟ بقول لك انا همشي، انت ليه بتعمل كده؟ تهديد، كل شويه يهددك، كل شويه يبتزك عاطفيا، كل شويه يقول لك انا همشي، انا مش هكمل العلاقه دي. فانت عايش في تهديد طول الوقت. فهو بيبقى عايز يوصل لهدف واحد، ان انت ترضى عنه. مجرد ان انت رضيت عنه مشي، ياخد بعضه ويمشي. بس لما يحس ان هو ايه مشي ده يعني انا عملت اللي انا عايزه، حققت. ايوه. اشكرك، شكرا ليك. شكرا ليك يعني.